احنا اليوم تقريبا صار لنا 70 يوم ان شاء الله في هذا جمعه من جمع العز والكرامه في هذه الساحه الطيبه، ولكن اطلقنا نداءات ما حد استجاب. الان راح نجدد نداء اخير حتى ما يظهر علينا حق او عتب او ملامه. احنا سمعنا خطب الائمه وتوجيه الدكتور عبد الملك السعدي جزاه الله خير، ولكن اريد اعقب على كلام ما يخص رجال الدين. احنا نطالب رجال الدين والسيد المرجع عبد الملك السعدي بالآتي. اولا احنا طالبناهم بان تكون الجمع لها اسم، والحمد لله جاي نشوف اسماء وجاي تنفذ جماهير نداء الله سبحانه وتعالى، وجاي يعني ساحه الاعتصام جاي يكون التواجد مثل ما يطلبون. ولكن متى نسمع جمعه اسقاط هذه الحكومه بالكامل؟ متى نسمح؟ لحد الان احنا نطالب الجمعه قلت لكم ماكو نظام حتى تطالبون باسقاطه، هو ماكو نظام اصلا، اكو حكومه فاسده فاجره يجب ان ينتهي موضوعها. ولكن اطالب اسمعوني، لا بس اسمعوا، اطالب رجال الدين والدكتور عبد الملك السعدي ما استجابوا لكل مطالبنا، فعليهم ان ينتبهون لقضيتين. الاولى احنا المعركه مع حكومه بغداد، حكومه بني فارس انتهى موضوعها. ولكن اطالب علماء الدين والدكتور عبد الملك السعدي مو ابدا لينا ان نلجا الى فروخ الحكومه الفاسده هنا عندنا في الانبار، هذا مجلس المحافظه والمحافظ. بالله عليكم يعني اسمعوني، مجلس محافظه ما قادر يشيل قائد الشرطه، هو هذا مجلس محافظه، اسمعوني، ما يقدر يتحكم باي مفصل من مفاصل الانبار. بالله عليكم اصبحت الان المهزله بغداد هي اللي تحكمنا، وعليه اسمعوني، وعليه انا طالب مراجع الدين في الانبار، اسمعونا الكلام انتبهوا له، نطالبهم بهذه القضيه المهمه. احنا هذا الاسبوع من قلنا قائد الشرطه وين يدفع من اجى بامر المالكي ما حد استجاب، وعليه انا طالب المرجع الديني ورجال الدين هنا على المنصه، اذا ما اتخذوا اجراء فعليه الجمعه الجايه يجب ان نفوت للرمادي ننظفها، والا حكينا اصبح طبق حصو. لان احنا بعد صبر ما نصبر، احنا هناك من جاي مع احترامي بها، اسمعونا، اكو من جاي اسمعوني يدوث على هاي المحافظه، وصلت بي جساره هذا المالكي واعوانه يعرفونه اللي يقول هاي المنصه للشتائم. طيب اذا منصه للشتائم معلش وقت البصره وتقول هاي الساحه اللي تردد، اسمعونا، البعثيين والصداميين والمقابر الجماعيه اللي تلف ان شاء الله هو اشكالها. ولكن اسمعوا الابدى بينا ان ننظف ساحتنا الان، يجب ان ننتبه على الانبار. استغل هذه المناسبه واجدد، انا بس شغلتي اسمعوني شغلتي بس نجدد، اطالب الدكتور يروح على القائمه العراقيه بكلمتين مختصره. اذا اي واحد منهم بعد اللي سواه المالكي بهم يرد، والله من ابو غريب ما نستقبله بعد اللي سواه المالكي بهاي القائمه باوامر قبض واهانه كرامتهم، نحن نطالبهم الان بعد ما يرجعون لحكومه الفاسده هاي. وبكلام اخير اسمعوا رجال، انتبهوا على الكلام، احنا طالبنا حتى لا يقولوا رجال الدين ما طالبنا، اسمعوا، طالبنا رجال الدين باصلاح داخلي الان يبدون به بفتاوي اسمعوا، تجروا المفسدين ان كان قائد ولا كان شرطي ولا كان اي واحد. اما احنا اسمعوا شايلين بقايرنا على بغداد وتجيبه بنصفه، انا اشوف هذا امر خطر، انتبهوا له. ونطالبكم يا شعب الانبار، اسمعوا الشعارات ما عاد تختلف، اسمعوا نعطي اسبوع لمراجعنا الكرام يدرسون هذا الامر حتى يعطونا فتوى للدخول الى الرمادي، احنا ننظفها. عيب علينا نضل ساكتين مجيبين اخوانيك السفر في بغداد وعندنا ابنائهم هنا في الانبار.